نهار الأربعاء 7 ماي 2008 بالضبط في مدينة مارسيل الفرنسية. فاطمة السايح طالبة عندها 20 عام من أصل جزائري، ودعات الخطيب ديالها في محطة المترو. تفتحوا الأبواب، خرجت وهي تختفي للأبد. فين مشات فاطمة؟ وشنو السر اللي كان مخبيه الخطيب ديالها؟ والأهم من هادشي كامل، كيفاش هاد الاختفاء البسيط غيتسبب في كشف أخطر قاتل متسلسل داز في تاريخ فرنسا؟ وكيفاش هاد البنت المغربيه اللي كتشوفوا دابا في الصوره غتكون هي المفتاح الوحيد اللي غيحل هاد اللغز ديال هاد الجريمه هادي هي قصه سفاح مارسيل. فاطمه كانت طالبه مجتهده في الثانويه، من نوع البنات اللي من الدار للمدرسه، ما عندهاش صحابات بزاف، عايشه حياه هادئه. واحد النهار قررت تقلب على خدمه خفيفه باش تعاون راسها في المصاريف. بحكم قرايتها فكرت دير اعلان في الانترنت باللي كتقدم خدمات رعايه الاطفال، بيبي سيتين. ما داش بزاف من مور محطة الإعلان حتى تواصل معها واحد الشخص، قال لها مراتي عندها عيد ميلاد وبغيت ندير لها مفاجأة ومحتاج شي حد يقابل لي الدراري الصغار هاد الليلة. فاطمة بطبيعة الحال فرحات بزاف، وافقات بلا ما تردد، واتفقات معاه يتلاقاو قدام محطة المترو. فاطمة غادي تعاود هادشي للخطيب ديالها مهدي، واللي بحكم خوفو عليها مشى معاه حتى للمحطة اللي اتفقوا عليها. من بعد غادي يودعها وخلاها تسنى داك الشخص على اساس يتلاقاو في العشيه، ومشى بلا ما يشوف كاع مع من غادي يتلاقى. وهذه غادي تكون اكبر غلطه في حياته. وصلت العشيه وتما غتبدا الصدمه. مهدي وصلوا ميساج غريب من التليفون ديال فاطمه مكتوب فيه: تلاقيت مع واحد صاحبتي قديمه وغادي نبقى معاها، يعني راه ما غاديش يتلاقاو اليوم. مهدي غير قرا الميساج، عرف انه شي حاجه ماشي هي هذيك. الطريقه باش مكتوب الميساج ماشي هي الطريقه اللي كتكتب بها فاطمه نهائيا. وزيد عليها فاطمه اصلا ما عندهاش صحابات من غير واحد جارتها اللي ساكنه حداها. الشكوك بدات كتزيد في الراس ديالو. هز التليفون وبدا كيتصل بها، ولكن التليفون كان طافي. عاود الاتصال عشرات المرات بدون رد. تما عرف مهدي باللي كاينه وبلي شي حاجه وقعت الخطيبه ديالو. داز ديك الليله، الام ديال فاطمه والاب ديالها ما غمضوش عينيهم في ديك الليله. بنتهم ما باتش في الدار، بقاو جالسين كيتسناو غير بنتهم ترجع. الاب هز طوموبيلتو بدا كيقلب في الشوارع ديال مارسي بدون عنوان، كيقلب غير تقدر تبان ليه بنتو في الزنقه، والو بدون جدوى. كيحاولوا يتصلوا بها في التليفون مازال طافي. بقى عقلهم كيدي ويجي في جميع السيناريوهات الممكنه. الصباح بكري الام ما قدراتش تزيد تصبر، مشات كتجري نيشان للدار ديال المهدي. بقات كتصوني عليه في الانترفون، كتصوني وتعاود تصوني وتعاود تصوني، من بعد كتعيط في الزنقه. حتى لواحد شويه غادي ينزل عندها مهدي. يلا فايق السيد منع. الام غير شافته بدات كتغوت عليه: فين هي بنتي فاطمه؟ شنو درتي ليها؟ فين غبرتيها؟ مهدي هو تالف: يلا السيد فايق من النعاس، حاول يهديها ويعاود ليها كاع داكشي اللي وقع البارح في المترو. وقال لها على الميساج اللي وصلوا في العشيه من التليفون ديال بنتها. الام ما قنعاتهاش ديك الهضره، غتمشي نيشان لعند رجال الشرطه. بحكم انها عارفه بنتها طالبه مجتهده عمرها غابت على الدار ولو ليله وحده، مشات تجري لمركز الشرطه باش تقدم بلاغ رسمي بالاختفاء المفاجئ ديال بنتها. وهذه غادي تكون البدايه ديال واحد من اعقد التحقيقات في فرنسا. الشرطه القضائيه في مارسيليا خدات البلاغ بجديه، ولكن في عالم الجريمه كاين واحد القاعده ذهبيه عند كبار المحققين: ديما اول مشتبه فيه كتحط العين عليه هو اخر شخص شاف الضحيه واقرب واحد ليها. وبلا شك هاد الشخص كاملين عرفتوه، هو مهدي. البوليس بداو كيطرحوا اسئله منطقيه وقاصحه بزاف. كيفاش بنت عندها 20 عام كتقرا مزيان وعلاقتها قويه مع العائله ديالها وعمرها غابت على الدار غتقرر تختفي فجاه؟ وفاش تبغي تصيفط ميساج غتصيفطو لخطيبها وماشي الوالديها اللي ساكنه معاهم؟ هادشي ما كيدخلش العقل. الفرضيه الاولى ديال البوليس كانت هي ان مهدي دار شي حاجه لفاطمه وصيفط داك الميساج من التليفون ديالها غير باش يربح الوقت ويضلل العائله ديالها. مهدي غادي يخضع لواحد الاستجوابات اللي كانت قويه من المحققين، بغاو باش يعترف الا كان داير شي حاجه. ولكن هنا غيدخل التحقيق التقني وغادي يقلب الموازين. البوليس غادي يصادروا التليفون ديال مهدي وداروا ليه تتبع جغرافي عبر الابراج لو بورناج. النتيجه كانت صادمه للمحققين. حجه الغياب ديال المهدي كانت دامغه ما فيها حتى شي شك.
التقارير العلميه بينات باللي التليفون ديالو في ديك الساعه فاش وصلوا الميساج كان بعيد على المنطقه اللي اختفت فيها ديك الساعه فاطمه. وزيد عليها الشرطه القضائيه في مارسي ما كتقلبش غير على المؤشرات الرقميه، بل مشات نيشان الكاميرات المراقبه ديال محطات المترو. ملي رجعوا للتسجيلات لقاو الهضره ديال مهدي صحيحه. التسجيلات بيناتهم بجوج داخلين المحطه، ومن بعد ودعها ومشى في حاله. ولكن المحققين غيواجهوه بواحد السؤال اللي منطقي: علاش خليتيها بوحدها؟ اي خطيب كيخاف على خطيبته غيبقى واقف معاه حتى يجي هذاك الشخص ويشوفه بعينيه ويمشي في حاله، ولا يعقل على الماتريكول ديال الطوموبيل. الجواب ديال مهدي كان عاطفي وصادق واحد شويه. قال لهم: في داك النهار ما كنتش لابس مزيان، وخفتي الا شافني المشغل الجديد ديالها غياخد عليا وعلى فاطمه واحد الانطباع اللي خيب في الموعد الاول ديالها، وهي كانت فرحانه بداك العام. داكشي علاش فضلت انني نودعها ونمشي في حالي. وزيد عليها مهدي قدم للبوليس واحد الحجه ديال الغياب اللي دامغه كتحيد اي شك. في ديك الليله بالتحديد مشى يزور الام ديالو اللي كانت مريضه وناعسه في المستشفى. والبوليس ملي مشاو للمستشفى لقاو سجلات الزياره وكاميرات المراقبه تم تاكدات الحضور ديالو بانه هذا السيد بصح كانت عنده حجه ديال الغياب في الوقت اللي كانت اختفت فيه فاطمه. هنا البوليس وصلوا قدام واحد الحيط اللي مسدود، حيت جميع الحجج كاينه عند مهدي، رغم انه العائله ديال فاطمه كيتهموا مهدي والشكوك ديالهم كامله دايره غير على مهدي. التحقيق غادي يبرد وغادي يوقف العده ديال الشهور. وقبل ما ندوزو للخريف المرعب ديال نفس السنه اللي غيغبروا فيه بنات اخرين في مارسي وغيبان السفاح الحقيقي، الا كنتي وصلتي معايا حتى لهاد المرحله من الفيديو ومازال ما اشتركتيش في القناه، هذه هي الفرصه تشترك في القناه وتفعل الجرس الا كان كيعجبك بحال هذا المحتوى، وما تنساش دير لايك باش تدعم الفيديو وصل للناس الاخرين. نرجعوا للقصه ديالنا. فاش غتوقع سلسله ديال الاحداث اللي غيتحرك بها الملف من جديد. دازو شهور على الحادثه ديال فاطمه وجا خريف ديال 2008، وبالضبط في الشهر ديال اكتوبر ونوفمبر مدينه مارسي غتعيش ليله ورا ليله واحد الرعب حقيقي في العالم السفلي والظلامي ديال المدينه. في ظرف شهر واحد بدات كتوقع سلسله اختفاءات اللي غريبه ومريبه لفتيات الليل اللي كينشطوا في وسط المدينه، وتحديدا في المحيط ديال محطه القطار الشهيره سان شارل. اول ضحيه كانت إيرينا، اوكرانيه عندها 42 عام، غبرات نهار 7 اكتوبر. من بعد جوج ديال السيمانات نهار 22 اكتوبر الضحيه الثانيه كريستينا، رومانيه عندها 23 عام، حتى هي غتمشي لواحد الموعد وما غاديش ترجع. وما دازوش حتى جوج ديال السيمانات نهار 7 نوفمبر غتختفي الضحيه الثالثه زينب الشبوط، جزائريه عندها 28 سنه، بنفس الطريقه الغامضه. كاملين هاد البنات كيتشاركوا في بزاف ديال الحوايج، خدامين في نفس المنطقه، كاملين بنات الليل، كيمشيو ديما مع زبون مجهول وما كيعاودوش يبانوا، والتليفونات ديالهم كاملين كيطفاو في نفس الليله اللي كيغبروا فيها. هنا الشرطه الجنائيه في مارسي غتضرب ناقوس ديال الخطر. المحققين عرفوا بانهم ما بقاوش قدام حالات اختفاء عاديه ولا طواعيه، ولكن هذه بصمه واضحه ديال شي سيريال كيلر او قاتل متسلسل. بين في شي شخص ذكي وكيدور في المدينه وكيدير العشاص، كيدير الصيد الضحايا المستضعفات اللي عارف باللي حتى شي واحد ما غادي يبلغ على الاختفاء ديالهم. غادي يبداو رجال الشرطه في التحقيق ديالهم بصمت، ما سيقوا حتى شي خبر للصحافه، وبداو كيبحثوا على هذا القاتل المتسلسل اللي كينشط في المدينه ديال مارسي. فاش اختفاو دوك البنات الليل كانوا كيترددوا على واحد البار في نفس ديك المنطقه. داك البار الجيرون ديالو واحد السيده من اصل جزائري. هذيك السيده غادي تتصل بالشرطه وغادي تبلغهم بواحد الخبر اللي شويه غريب. غادي تقول لهم بانه راه جات واحد البنت حتى هي من دوك بنات الليل، ولكن كانت جديده في هذا المجال. هاد البنت هذه غادي تعاود للبنات اللي معاها، غتقول لهم بانه جا شي شخص وعرض عليها 900 اورو باش تمشي معاه. وديك الساعه 900 اورو بالنسبه للطريفه اللي كانوا كياخذوها هما كان مبلغ كبير بزاف، يعني كانت شي حاجه غريبه في داك الموضوع. رجال الشرطه ملي غادي يحققوا مع هذيك الشابه اللي تعرض عليها هذا المبلغ هذا
غادي تعاود لهم واحد القصه اللي غريبه بزاف وغادي تساعد بزاف في البحث. هاد الشابه هادي سميتها سميه كندادي، من اصل مغربي، يلاه جات لفرنسا مده قصيره، باقي ما كتعرفش الفرنسي مزيان. هاد الشابه هادي غتقول لهم وقف واحد السيد بالطوموبيل وعرض عليها انها تمشي معاه، وقدم لها مبلغ ديال 900 اورو. قالت ليه نمشيو للوطيل، غيقول لها لا، من الاحسن ما كنفضلش لوطيل، تما كيكونوا الامراض، كيكونوا المشاكل. قال لها تمشي معايا للمنزل ديالي. هي غادي توافق بحكم المبلغ اللي كبير. غتمشي معاه في السياره ديالو، غادي تلاحظ واحد الحاجه، هو انه السيد كيمشي في الطريق ويعاود يدور من الجهه الاخرى، ويعاود يدور ويعاود يدور ويعاود يدور، كيطول بها الطريق على اساس انها تلف على الطريق وما تعرفش منين مشات. ملي وصلوا تمايا غتقول لهم شفت الدار، كانت دار صفراء ولكن كان ظلام، ما عارفه والو. غتدخل ديك الدار، قلت لهم السيد كان كيهضر معايا باحترام، مؤدب، كبير شويه في العمر، الملامح ديالو شويه شرق اوسطيه، الشعر ديالو بني وفيه شويه ديال الشيب. قلت لهم فاش دخلنا للدار، داك السيد اللي كان ظريف وكان كيهضر معايا باحترام في الطريق ومؤدب وكل شيء، قلت لك ولا بحال الشيطان، تسيف عليها، ولا عنيف لواحد الدرجه ما كتصورش. ومن ضمن الاشياء اللي قالتها، قال لها تحيدي دوك الطوانق ديالك ولا نقطع لك ودنيك، ويتحيدوا معاهم. وبقى كيعنف فيها تمايا وكيمارس عليها شي حوايج اللي مستحيل يتقبلها العقل البشري. هي بهول الصدمه بحال بدات كتسايرو، وفي واحد اللقطه غادي تقول ليه بغيت نشرب. غادي يمشي، غادي يفتح لها الباب ديال الحمام، يقول لها جي الا بغيت تشربي. غادي تمشي تدخل باش تشرب، وغادي تشوف واحد الشابه مرميه على ظهرها في الارض في البانيو ديال الحمام، وعينيها مفتوحين وكتشوف في السقف، غالبا انها ميته. ويقول لها شوفي، هذه هي الناس اللي ما كيسمعوش الهضره. يقول لها الا سمعتي الهضره وطاعتيني كما هو، راه ما يكونش المصير ديالك بحالها، ياك انت ما بغيتيش تكوني بحالها ياك. قلت لهم انايا بهول الصدمه بديت كنسايرو وطعتو في اي حاجه كان كيطلبها مني. كمل ديك الليله، غادي يخرجها وغادي يوصلها، وتما غادي تهرب من هاد السيد هذا اللي كان ممكن انه يقتلها في اي لحظه. ملي عاودت هي الرجال الشرطه هاد الشيء، بطبيعه الحال رجال الشرطه استغربوا وطلبوا منا الاوصاف الكامله ديالو. قلت لهم راه كيدير نظارات، شعرو فيه الشيب، عطاتهم جميع المواصفات، ولكن ما عرف عليه حتى شي معلومه اخرى. رجال الشرطه غيبقاو مراقبين التليفونات ديال دوك الضحايا اللي اختفاو. بطبيعه الحال التليفونات كانوا مطفيين، ولكن فجاه واحد من التليفونات غادي يشعل. تما رجال الشرطه غادي تشعل عندهم ديك البوله الحمراء، غيمشيو نيشان ديك البلاصه فين شعل التليفون او الكارت سيم اللي خدمات، باش يشوفوا شكون اللي خدمها. ملي مشاو تما غادي يلقاو القبض على واحد الشاب. ملي غيديوه باش يستجوبوه، غادي يقول لهم سيدي، انايا كنت غادي مع اليماميه، تلاقيت مع واحد السيد عرض عليا 10 اورو، عطاني 10 اورو وقال لي باغي ندير واحد المكالمه للعائله ديالي بالنمره ديالي من التليفون، والتليفون ديالي طافي. قال لك عطيتو التليفون ديالي، حيد الكارت سيم ديالي، دار الكارت سيم ديالو واتصل، ولكن ما جاوبو حتى شي واحد. ومن بعد حيد هذيك الكارت سيم وقال لي شكرا وعطاني 10 اورو ومشى. من بعد وحده من التليفون ديال الضحايا عاوتاني غادي تخدم الكارت سيم. ملي غيمشيو يشوفوا غيلقاو واحد شابه، حتى هي غادي تعاود لهم نفس الروايه. رجال الشرطه ملي غادي يحققوا في الماضي ديال هاد الجوج هادو اللي خدموا لي كارت سيم في تليفوناتهم، غيعرفوا بانهم ما عندهم حتى شي علاقه لا بالضحايا ولا بالموضوع كامل، وما عندهمش علاقه بيناتهم بجوج، يعني اشخاص عشوائيين تماما. وعرفوا بانه هاد المجرم هذا هو اللي كيدير هاد القضيه هذه، باش يبين بانه هادوك الناس اللي اختفوا راه باقيين حيين وباقيين التليفونات ديالهم كيخدموا. غادي يطلبوا منهم يعطوهم مواصفات ديال هاد الشخص هذا. غادي يعطوهم مواصفات بانه انسان شويه في ديك الربعينات حتى الخمسينات من العمر ديالو، الشعر ديالو بني، ملامح شرق اوسطيه، عنده شويه ديال الشيب في شعره، وكيدير نضاضر ديال الشوف. تما غيطابقوا المواصفات مع المواصفات اللي عطاتهم ديك سميه، غيلقاو بانهم نفس المواصفات. بطبيعه الحال من بعد التحريات ومن بعد كل شيء غادي يخليو السبيل ديالهم. والحسن الصدف انه داك الشاب فاش قبل ما يخليو السبيل ديالو غيقول لهم واحد المعلومه، غيقول لهم بانه هذا السيد هذا انا راه ديجا كنشوفه. قال لهم ديما في المنطقه انا فين كاين كيبان ليا، بعض المرات كيدوز بعض المرات كيجي،
قال لهم راه وجهه مألوف، يعني ماشي اول مره غادي نتلاقى معاه. ملي خرج هو من عند البوليس هذاك الشاب، يلا غادي قطع الشانطي شويه، غادي في الزنقه، غادي يتلاقى معاه، مع داك الشخص. غير غادي يشوفو غادي يمشي يتوجه عنده مباشره، غيبدا يقول لي واش عقلتي عليا، انا اللي عطيتيني كارت سيم، انا اللي كذا، انا اللي. هذاك الشخص غادي ينكر. ملي غادي ينكر داك الشاب غيبدا يواجهو، غيبغي يشدو. هذاك الشخص غيضربو البطن ديالو، غيطيح داك الشاب وغيحاول يهرب. ملي حاول يهرب تبعو داك الشاب. لحسن الحظ كان واحد البوليسي تما في المنطقه، شاف داك الموضوع مشى شدو. ملي غيشدوه غادي يديوه عند مخفر الشرطه، وتما غيبدا الكشف على واحد الحقائق اللي غادي تحمق العقل ديالك. شكون هو هذا الراجل اللي واقف بكل ثقه ووقاحه قدام مركز الشرطه وما خايفش من البوليس؟ السيفي الجنائي ديالو كيخلع، وبوليس غير غيسمعوا سميتو غتوقع لهم واحد الصدمه. هذا الراجل هذا سميتو باتريك سلامه، تولد 1957 في مارسي، من اصول عربيه لبنانيه سوريه. هذا الشخص هذا ماشي غريب على الامن الفرنسي، هو كليان قديم، مصنف خطير جدا في العالم ديال الاجرام. باتريك سلامه كان معروف بقسوته وبنيته الضخمه. في عام 1988 قاد واحدة من أبشع عمليات السطو والاحتجاز اللي هزات جنوب فرنسا، فاش هجم على عائلة غنية واحتجزهم تحت السلاح وعذبهم باش ياخد فلوسهم. هاد السيد قبل ما يدير هاد العملية هادي كان عايش بين 9 ديال الخوت، عائلة غنية ماشي فقراء. كبر، تزوج، دار واحد الريستورون في مارسي، امور ديالو مشات مزيان. من بعد الامور غادي تبدا تدهور، الريستورون ما بقاش كتدخل ليه مداخيل، شويه غادي يعلن الافلاس ديالو. ملي غادي يعلن الافلاس ديالو هي فين غادي يفكر انه يدير عصابه، وتما فاش دار ديك العمليه ديال السطو. بسبب هاد الجريمه هادي غيتحكم عليه في 1993 عقوبه السجن المؤبد. ولكن الصدمه الكبيره غتوقع في 2005 من بعد ما دوز 17 عام في الحبس. باتريك سلامه غيستافد من السراح المشروط، حيت كان كيبان عاقل ومحترم في وسط السجن، وغيطلقوه يرجع للزنقه في مارسي. البوليس غيكتشفوا، ولكن للاسف معطلين بزاف، انه الحبس ما رباش باتريك سلامه، بل العكس، خرج واحد الوحش اللي 17 عام ديال الحبس رجعاته واحد سايكوباتي حاقد على المجتمع. تما باتريك غادي يواجهوه بالتهم اللي منسوبه ليه، وغادي يسولوه على دوك 3 ديال البنات. غادي ينكر بانه عنده شي علاقه بهم، يقول لهم سيدي انا راه مزوج وبوليداتي، ما عنديش انا علاقه ببنات الليل. غادي يمشيو غيقلبوا ليه المسكن ديالو. فعلا فاش غيمشيو يقلبوا المسكن ديالو غيلقاو بانه السيد ما عنده حتى شي حاجه في المسكن ديالو، الامور ديالو بخير. غير هما غيلاحظوا واحد جوج ديال الحوايج. غيلاحظوا بانه هو كان كيرسم، فاش كان في وسط الحبس كان كيرسم، والرسومات ديالو كامله كيرسم فتيات، وكيكونوا يا مقيدات يا كيتعذبوا يا شي حاجه بحال هكاك، يعني كيخرج ديك السايكوباتيه اللي فيه في داك الرسم. وملي خرج من الحبس كان كيبيع دوك الرسومات. ما عليناش. كذلك غيلاحظوا بانه كان كيكتب، وجميع الكتابات ديالو كان كيكتب على القتله المتسلسلين. ياخذوا جميع دوك الكتابات وداك الشيء وغادي يمشيو. رجال الشرطه بطبيعه الحال ما اقتنعوش بداك الانكار ديالو، غيبداو يبحثوا في دوك العقارات اللي تابعه للعائله ديالو، وغيلقاو واحد العقار تابع للام ديالو بعيد على البيت ديالو غير بشي 200 متر. غيمشيو يفتشوا في داك العقار. تما فين غتكون الصدمه. اول حاجه رجال الشرطه فاش وصلوا تما غيبان لهم بانه داك المنزل اللون ديالو صفر، بحال داك الوصف اللي كانت عطات ديك المغربيه سميه. ملي دخلوا لداك المنزل تما غيكتشفوا العجاب. غادي يلقاو رجال الشرطه على بقع ديال الدماء ممسوحه في الحمام وعلى الفراش. وملي غيحللوا دوك البقع غادي يلقاو بانه تطابق الحمض النووي ديالها مع جوج ديال الضحايا، هي إيرينا ديك الضحيه الاوكرانيه، وزين بشبوط الضحيه الجزائريه. وغادي يلقاو واحد المقتنيات شخصيه اللي غادي تحجزها الشرطه اثناء التفتيش. غيلقاو واحد حقيبه اليد وشي ملابس، وغيلقاو شي اغراض كترجع لديك الضحيه ديال زين الشبوط، مفاتيح، وغيلقاو واحد الهاتف، وغيلقاو واحد الاغراض ديال ديك سميه ديك الناجيه ديك الدريه المغربيه. غيلقاو واحد الملابس داخليه وواحد المجوهرات ديالها حتى هي فيها لاديان ديالها.
وغيلقاو عاوتاني في المطبخ، غيلقاو واحد القنينات، واحد المحاقن كتحتوي على واحد المادة سميتها كسيلازين. هي واحد المركبات مهدئة قوية جدا كيستعملوها الطب البيطري باش يخدروا دوك الحيوانات الضخمة. رجال الشرطة ملي اكتشفوا هذا الاكتشاف هذا غيتأكدوا بأنه باتريك سلامة هو السفاح اللي كانوا كيقلبوا عليه. ولكن ملي غيواجهوه بهذا الشيء غيبقى متشبت بإنكار ديالو. غيقول لهم مادام ما كايناش جثة يعني راه ما كايناش قضية. غيقول لهم فين هما الجثث ديال هاد الناس هادو اللي كتقولوا قتلتهم. ديك الساعة غيبدل هو الآراء ديالو، غيقول لهم انايا جابت هادوك الناس للدار ولكن راه ما قتلتهم، ما درت لهم والو. وغيقول لهم هذيك المغربيه هذيك غير كتخرف، وهذيك راه هبيله خصكم ديروها على الطب النفسي، وغابغا تظلمني وصافي. تما رجال الشرطه غيبداو يبحثوا في المحيط ديال داك المسكن، وغيجيبوا واحد الادوات متطوره باش يحاولوا يلقاو مثلا عظام بشريه ولا يلقاه دافن فين دافنهم. كذلك كاين واحد القناه تما، قناه مائيه، غيجيبوا فرقه ديال الغواصين وغيجيبوا واحد الادوات متقدمه يبحثوا فيها ليكون تخلص من الجثث ديال الضحايا تمايا. ولكن كاع هادشي غادي يتكلل بالفشل، حيتاش رجال الشرطه ما غيلقاو حتى شي جثه ديال اي ضحيه من الضحايا. كذلك رجال الشرطه غادي يواجهوه بدوك الشهادات ديال دوك الناس اللي طلب منهم يدير عندهم لي كارت سيم، وغادي ينكر. ومن بعد غادي يتجه لواحد الخطه اخرى، غيقول لهم انا عييت بهذا التحقيق وبهذا الشيء، يقول لهم ما غادي نهضر حتى لقدام القاضي في المحكمه. دابا خليونا من هاد الضحايا هادو اللي تابتين الجريمه في حق باتريك سلامه، رغم انه ما كاينيش الجثث ولكن كاين لاضيين ديالهم، كاين كلشي عند رجال الشرطه. ونرجعوا لديك القضيه الاولى ديال ديك البنت فاطمه السايح. هذيك فاطمه السايح ملي تختفات وما كاين عليها حتى شي اخبار ولا حتى شي خيط باش يوصل رجال الشرطه للحل ديال ديك القضيه ديال الاختفاء ديالها، غيبداو يديروا الناس المعارف ديالها والناس المحبين ديالها يبداو يديروا واحد الوقفات، وبالقياده ديال من ديال مهدي الخطيب ديالها، باش يحركوا الراي العام في القضيه ديال فاطمه. وفعلا ملي داروا دوك الوقفات وملي دار داكشي غيتحرك الراي العام وغادي تحرك الصحافه، وغيبداو يضغطوا على رجال الشرطه باش يبحثوا في القضيه ديال فاطمه. كمل داك البحث في القضيه ديال فاطمه. ملي داروا دوك الوقفات وتحركات الصحافه، بداو كيجيو واحد اخباريات للشرطه. غتجي واحد البنت غتعطي واحد الافاده لرجال الشرطه اللي غتكون مفيده في البحث ديالهم. غتقول لهم انايا راه انا درت انونس ديال بانني باغي نخدم، وجاني واحد الاتصال ولكن ماشي من رجل، جاني من امراه. قالت لهم ولكن انا شكيت في الموضوع وما مشيتش واعتذرت وما مشيتش لذاك الموعد. تما رجال الشرطه غيبداو يبحثوا في داك السيت اللي دار فيه داك لانونس. كذلك من خلال هما البحث ديالهم غتجيهم واحد الافاده اخرى اللي هذه هي اللي غتكون ديك القشه اللي غتقسم ظهر البعير. غتجي واحد السيده مشرده كتعيش في الزنقه، هي مراه كبيره، غادي تجي عند رجال الشرطه غادي تعطيهم واحد الافاده. غتقول لهم انا راه سمعت بهذيك القضيه ديال ديك البنت وسمعت بكاع داكشي. غتقول لهم عندي لكم واحد الافاده. يقولوا لها تفضلي. غتقول لهم سيدي راه جا عندي واحد السيد وطلب مني انه يعطيني واحد الارقام وانا نبدا نتصل بهم ونقول لهم واش دايرين اعلان وانايا راه زوجة هذا السيد هذا وباغيين نرعاو الاطفال وكذا وهذه. قال لك قنعها، قال لها بانه الناس كتخاف ملي كيتصل هو كزوج، هو باغي يدير مفاجاه لزوجته، وطلب منا انه تقمص الدور ديال زوجته. وفي نفس الوقت عطاه واحد المبلغ مالي، قال لك جبد لها واحد الورقه فيها 3 ديال الارقام وهي اتصلت بهم. هاد الافاده اللي عطاتها الرجال الشرطه تما حركات القضيه عاوتاني من جديد. غادي يطلبوا منا تعطيهم المواصفات ديال هاد الرجل هذا. غتقول لهم هاد الراجل هذا غيكون أربعيني، ملامح شرق أوسطية شوية، اللون ديال شعره بني وفيه الشيب، نفس المواصفات ديال من ديال باتريك سلامة. تما رجال الشرطة غادي يجيهم في بالهم باتريك سلامة وغادي يربطوا هاد القضية هادي بدوك القضايا اللي كانوا عنده أصلا. غيمشيو غيجيبوا ديك السيدة المشردة وغادي يعرضوا عليها دوك المتهمين، ويعرضوا عليها متهمين عشوائيين ومن بينهم باتريك سلامة هو الرقم 3، باش واش غتعرف عليه ولا لا.
ولكن لسوء الحظ انه ديك المشردة ما تعرفاتش عليه. عاودوا قالوا لها شوفي مزيان، دققي مزيان، ما تعرفاتش عليه. واش عندها ضعف في الذاكرة ولا ماشي هو؟ ما عرفناش. ما عليناش. رجال الشرطه غيبقاو تابعين هذا الخيط هذا، غيمشيو غيشوفوا دوك لي زادريس اي بي اللي دخلوا لداك الموقع. غيلقاو بانه 19 واحد دخلوا شافوا داك الاعلان ديال فاطمه السايح، ولكن اللي كيهمهم هو واحد الاي بي بالضبط، حيت هذاك العنوان الرقمي اللي شاف هذاك الاعلان ديال فاطمه السايح هو نفسه اللي مشى شاف داك الاعلان ديال ديك البنت الاخرى اللي جات قدمت الشهاده ديالها حتى هي. ملي جاو يشوفوا المكان ديالو غيلقاو بانه في واحد السيبر كافي في وسط ديال مارسي، قريب لواحد المحطه ديال المترو. تماش غيديروا رجال الشرطه؟ غيمشيو يشوفوا ديك البطاقه ديال المترو ديال باتريك سلامه. غيشوفوا داك النهار بالضبط في داك الوقت اللي دخل فيه داك السيد شاف داك الاعلان، واش باتريك سلامه استعمل ديك البطاقه ولا لا. ملي غيشوفوا غيلقاو بانه باتريك سلامه استعمل البطاقه ديالو ديال المترو ونزل في ديك المحطه اللي قريبه من داك السيبر كافي، ولكن ما كاين لا كاميرا مراقبه لا حتى شي حاجه. غالبا غادي يكون هو اللي مشى شاف دوك الاعلانات. كذلك غيشوف واحد الحاجه اخرى، هو انه داك التليفون ديال ديك فاطمه السايح قبل ما يطفى كان في نفس المنطقه اللي كاين فيها باتريك سلامه. هاد الادله هادو غادي يقرنوهم وغادي ياكدوا التهمه عليه. تما غادي يواجهوه بالقضيه ديال فاطمه السايح، غادي ينكر نكرانا شديدا وغيقول لهم ما عندي حتى شي علاقه بهذيك البنت. غادي يتقدم للمحكمه رغم انه ما كاينين الجثث، ما كاينه حتى شي حاجه. المحكمه غادي تحكم عليه بالسجن المؤبد. من بعد غادي يدير استئناف وغادي تحكم عليه عاوتاني بالسجن المؤبد. غير هو اللي غريب في هذه القضيه هذه هو انه باتريك سلامه بقى متشبت بداك الموضوع انه ما عندوش علاقه بديك فاطمه السايح. بطبيعه الحال هو ناكر جميع التهم، ولكن خصوصا هذيك ديال فاطمه السايح، وغادي يقدر انه يبعث رساله للعائله ديالها، الاب والام ديالها، ويقول لهم بانه راه بنتكم ما عندي انا بها حتى شي علاقه، ونتمنى انها تكون باقا على قيد الحياه، وغير بحثوا وان شاء الله غادي ترجع لكم زعما الابنه ديالكم. والاب والام ديال البنت لحد الان باقين كيوجهوا الاتهام ديالهم للخطيب ديالها. بغيت نعرف انايا رايي ديالكم، في نظركم داك الخطيب ديالها مهدي زعما عنده علاقه بالموضوع، ولا باتريك سلامه هو اللي داير هاد الفضيحه هذه كامله؟ باش الاب والام لحد الان باقيين متشبتين كيقول لك بانه راه مهدي ورا داك الموضوع ديالها. وباتريك سلامه اش كيقول في الدفاع ديالو؟ كيقول لك بانه رجال الشرطه شافوا اي حاجه، اي جريمه ما مسدوداش عندهم وبغاو يلصقوها ليا انايا. لحد الان باتريك سلامه دخل الحبس ودخلات معاه الحقيقه، وبحكم انه حتى شي جثه ما طلقاتش لحد الان باقا الحقيقه مبهمه. بغيت الراي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش تفرجوا في القصص السابقه، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله.